بص انا عارف ان انت داخل تتفرج على اللايف رياكشن وعارف ان انت عايز تشوف ردة الفعل على المباراة دي، بس خليني اقول لك نقطة مهمة قوي. الحلقة دي بالذات انا هطلب منك طلب، انا عايزك ان انت تدعم باي شكل. بص بغض النظر عن اللي انت هتشوفه كان حلو كان وحش عجبك ولا ما عجبكش، انت لازم تدوس لايك. اصل انت لو ما دوستش لايك النهارده هتدوس امتى؟ انت مستني ايه انجاز اكبر واعظم من كده عشان انت تبقى فرحان وتدوس لايك؟ دوس لايك يا معلم، دوس لايك لللايف رياكشن الاسطوري اللي انت هتشوفه دلوقتي عن مباراة المغرب مع البرتغال. بصراحة الواحد مبسوط جدا انه بيعمل لايف رياكشن بيوثق حاجات عظيمة زي كده وانجازات تاريخية في القناة. فلايك مهم، شير في كل الاماكن، عايزك تشير الحلقة دي في كل الاماكن. لايك كومنت شير سبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، تفعل الجرس، تابعنا على حسابات السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر اللي تحت في الديسكريبشن، وادخل على قناتي الثانيه الباش مشاهد هتلاقيها برده تحت في الديسكريبشن، وشوف مباراة المغرب والبرتغال دي لما لعبتها في بيس ايه اللي حصل. بنعمل حلقات هناك كاس العالم الافتراضي، خش ونورني في القناة هناك واسيبك بقى تتفرج على اللايف رياكشن. مسا عليك يا صديقي واهلا وسهلا بيك في لايف رياكشن جديد عن مباراة المغرب والبرتغال. بص انا مش عايز اعمل مقدمة ومش عايزين نعمل حاجة، عايزين ندخل في الماتش على طول. فمنورنا يا رجاله، منورنا والله. بص احنا كده مش هعرفك عليهم، انت عارفهم خلاص بقى فاهم، دول بقى نجوم القناه فاحنا مش محتاجين نعرفك عليهم يعني. بس احنا النهارده مغربيه قوي، النهارده قوي احنا بص ربنا يسهل ربنا يسهل. خلينا بس ايه ناخد التوقعات كده في الاول. توقعاتك؟ انا اتوقع البرتغال هتكسب، بس اتمنى بنسبه كبيره قوي ان المغرب تفاجئنا زي كل ماتش يعني. يا رب. يعني التوقعات بصراحه يعني الواحد مقلق قوي من البرتغال، انا خايف جدا. صعب قوي يعني، هيبقى في كور من هنا وكور من هنا، واتوقع المغرب يعني ان شاء الله. اتمنى كلنا بنتمنى. توقعاتك؟ بالتشكيله يعني احنا يعني تقريبا هيحصل نفس اللي حصل الماتش اللي فات، اللي هيقفل دفاع وكل حاجه. بس انا اتمنى يعني البرتغال هتفضل لا وضح. البرتغال هتهاجم وعندها عناصر وخبرات احسن، فاتمنى ان المغرب برضو تهاجم ما تدافعش يعني. ايوه توقعاتك بقى للماتش مين هيكسب؟ لازم برضه حاسسها ان هي رايحه الاكسترا تايم وضربات جزاء برضه. ومين هيكسب في الاخر؟ بنستباخس ببونو. معروفه كلنا نستباخس ببونو. طيب انا اللي خايف، الحاجه الوحيده اللي خايف منها بصراحه هو العامل البدني. انا خايف اللعيبه تتعب، انا خايف اللعيبه ما تكونش قادره ان هي تقدم نفس الاداء اللي قدموه قصاد اسبانيا. بس يعني ان شاء الله خير. ويعني انا هتوقع المغرب، يعني هقول لك مش تمني، انا هقول لك اتوقع المغرب يلا، وزي ما تيجي ان شاء الله ايه المغرب يكسب 4-0 باذن ربنا يعني، انا اتمناها. طب يلا الماتش عدى من 10 دقايق ويلا المغرب هتكسب 4-0 ويلا بينا نبتدي نتفرج على الماتش. بس يا جدعان المغرب بتلعب نفس اللعب اللي لعبته قدام اسبانيا، يعني بما ان رونالدو مش موجود فبالتالي البرتغال كل قوتها في التحركات والسرعات والكلام ده كله والمساحات، فانت يعني هم بيحاولوا ان هم ما يدوهمش المساحات، وفي نفس الوقت في مراقبه كده لكل اللعيبه. هو نفس الشكل ممسوك من اول الماتش. والتحركات بتاعت البرتغال مش هتبقى اقوى من اسبانيا، بس هي المشكله بقى في العناصر الفرديه بتاعت البرتغال اقوى بكتير من اسبانيا. في برونو بس المغرب قافلين قفله كويسه لحد دلوقتي. هما بعد نص الملعب بتاع المغرب مفيش حد. ايوه هو احنا قافلين نفس اللي عملوه قدام اسبانيا، والكور كلها اللي بتتلعب بتبقى في ظهر المدافعين وياسين بونو بيتصرف. وهو هيبقى ماتش اسبانيا، بس يعني هي الفكره ان اسبانيا ما كانش فيها العناصر والخبرات ايوه ما هي المشكله بقى في العناصر الفرديه حلوه دي. يس يا راجل زح. مشكله في العناصر الفرديه بتاعت برونو البرتغال اعلى وبرناردو وجواو فيليكس. لا في لعيبه وكريستيانو لما ينزل وجونزالو راموس. لا جونزالو راموس برضه تقيل، هو مش خبرات بس تقيل. وعندك البرتغال اشد في العناصر سادد نص الملعب برضه وروبن نيفيز. ايوه فهي المشكله في كده، بس ان انت يعني نص الملعب بتاعهم تقيل وهجومهم تقيل اتقل بكتير من اسبانيا. انا مستباخس بيك ان شاء الله، احنا كلنا بنستباخس بيك يا ابني. وانا برضه بستباخس. بس هي المشكله في الخروج بالكوره. بص البرتغال ضغطها اقوى بصراحه من اسبانيا، بس هم سادين كويس قوي. هم سادين حلو قوي، وهم عندهم لياقه بدنيه ان هم لو فضلوا يلعبوا 120 دقيقه بنفس طريقه السد دي هيعرفوا يسدوا كويس. بس الخوف من المجهود البدني ده اللي قلقني. يا زياش في البعيده يا زياش. حلوه حكيم حلوه وناحي ماشي. حلوه وناحي حلو ماشي. اطلع على الاطراف صح. يلا زياش واحده رفعه حلوه.
سهله دي شويه زياش. ماشي اي بس في ثقه. اوه حلو قوي يا جامد يا مرابط. يلا زياش ارفع زياش. ماشي حلو كورنر حلو. بس ايه ده بيضغطوا ضغط عكسي. انا كنت متخيل ان المغرب حلو هترجع شويه. لا في جرأه زياده على ماتش اسبانيا. انا قلت ايه؟ طب دي ايه يا حكم؟ خلاص يا بونو. لا برونو. لا خلاص يا بونو. هو مش قصده هو عشان برونو يعني. لا والله بس هو فعلا يعني برونو ما شدش او حاجه. هو فعلا بيكلمه ان هو مش قصده. يعني هو داخل على الكوره بس لا برونو طيب وبونو عارف الحقيقه. بس هي غلطه غبيه بصراحه برونو. معلش يعني انت ابن اليونايتد وبتاع بس يعني ما النهارده في بدايه يونايتد في ظهره. بس احنا مش عايزين الشد والتنشن وال حلو ده. بس هو فعلا بصراحه لا المغرب بيمسك كوره اكتر من ماتش اسبانيا. او يعني بيخرج من مناطقه اكتر من ماتش اسبانيا وده كويس. بس يعني زياده عن حده هيخوف. يعني انا برضو مقلق من مرتدات البرتغال. مش هينه يا جدعان. البرتغال قويه جدا في المرتدات. يا ربي. ده بوفال ولا نصيري؟ حلوه نصيري. بس خلي بالك يعني بص انت بتحكم في 26 دقيقة. يا نصيري راحت كذا مرة. النصيري لعب كورتين. واحدة ديت واحدة الضربة الركنية تقريبا. وكورتين زياش اللي ضيعهم. وحاجات المغرب أقوى من الكور اللي كانت بتتلعب من البرتغال. دي حاجة كويسة. وضغط المغرب أحسن من ضغط. بس هم برضه ضغطهم غلس قوي بصراحة. لما بتبقى الكورة مع بونو وبتحضر لعب ضغطهم وحش قوي. مستفز يعني. بس هي الفكرة في ايه بقى؟ ان انت انا عايل هم المجهود البدني. العامل اللي هيفرق في المباراه دي المجهود البدني. اللعيبه لو بدنيا وقعت مش هيقدروا يكملوا على نفس النسق. اظن يعني المغرب يعني لعبت ماتشين تقال يعني 3. انت لعبت كرواتيا وبلجيكا واسبانيا وداخل تلعب البرتغال في ماتشات تقيله قوي. يعني لغايه دلوقتي مفيش منتخب وصل لدور الثمانيه لاعب هذا الكم من الفرق القويه. لا اظن لا المغرب هتعرف تسد بدني شويه. يا مسهل يا رب. شايف المغرب بتضغط ازاي؟ والله العظيم هو كاس عالم. اي ليه اول ما دخلت يا جدعان انا ماشي ده حلو عادي. القناه دي تلزمك. وارد ان انا اقول حاجه وتطلع مش صح عادي. بس هي الفكره ان انا عايل هم الكلام ده. يعني انت بص كده. انت كده فتحت خطوطك بالضغط اللي انت او بتواجدك كده بتفتح. بص التراجع اللي هم عملوه بيتحركوا ككتله واحده. فيطلعوا كلهم مره واحده. ماشي افتح خطوطك واعمل كده. بس المهم لما تهاجم صح يعني. حلو يا زياش. ولا يهمك يا جميل. هو مش زياش. لا زياش اللي حاول يلمها بس ما عرفش. ايه ده؟ برونو اللي جابه هنا بقى. ثانيه واحده كده اشوف حاجه مش فاهمها. برونو بادئ الماتش جناح يمين كده. هو نزل في نص الملعب. هو بيبدل. هو اللي راح بيبدل هو صح. ايوه لان برناردو كان بادي في نص الملعب. بادي في نص الملعب. هاك ابيض. بص ابراهيم فايق ولا جحد يا خبر اسود. خبطت يا لهوي. انا قلت غير. بص بونو كان رايح في اتجاهها. يا خبر ابيض. الحمد لله. هو تقريبا نفس اللعيبه اللي كانت بتلعب في الماتش اللي فات. هم الموجودين. هم بس في تغييرين. في نايف اكرد عشان مصاب بيلعب اليمين. وفي مزراوي مصاب فبيلعب عطيه الله بالشمال. هم دول التغييرين بس الموجودين. انا قصدي يعني معظم اللي كانوا بيلعبوا او الفرقه كلها. لا القوام الاساسي هو موجود. ايوه هي اللي موجوده. فمعنى كده ان هو ده ممكن يبقى دالو. التحرك بتاع دالو على الطرف وتلعب له الطويله ديت. ودي النقطه يمكن يكون دي احدى النقط اللي برونو نزل لها. لان برونو استاذ في حته الكوره الطويله دي. ودالو انا مش فاهم يعني. دالو يعني انت انا مبسوط لك ان انت عامل البطوله كويسه يعني من بدايتها. بس ارجوك ريح النهارده. محدش هيقول عليك يعني لاعب سيء لو ريحت النهارده. مش قصه. حضر لوح شو عندك. مين لوح شو؟ وبعدين لوح ايه يعني. بعدين بوفال بشويه مهارات كده ممكن يعمل قلق. لان يعني دالو في الواحد على واحد مش افضل حاجه يعني. كده بوفال هيعمل اللي هو عايزه. يا مسهل يا رب. ده دالو يا مسهل يا رب. نجم الميلان القادم. هو المفروض طلع من بيتهم. طلع انا اقول نجم الميلان. انت تقول نجم ليفربول. هو هيقول نجم برشلونه. لا مش عايزين. عندنا ارنولد. عندك مين؟ ارنولد. بوفال وارنولد. ايه العلاقه يعني؟ احنا بنتكلم على عندك سيرجيو يا ابني. بوفال ده جناحي بالشمال. بنتكلم على باكات يمين يا ابني. احنا كنا بنتكلم على دالو. انا بعمل لايف معاكم ليه؟ انا مش فاهم. يلا حلوه زياش تاني. طب حلوه في زياده وفي مساحه يا جدعان. يلا وناحي حلوه وناحي. ماشي يا وناحي. ماشي اعكس. لا ما تعطلهاش. رجعت لورا. بوفال هي اتعطلت. طيب حلو رفع. يلا
يا اظبطها. يا راجل. حلو حلو يا املاح، حلو حلو يا املاح، بس اظبطها يا راجل، ده انت لوحدك خالص. بس حلو حلو والله. أبو فهد. انت أبو اكتشفت فهد. ان في نقطه ضعف موجوده عند البرتغال. بص بص الراجل واقف لوحده ازاي. نقطة الضعف فين؟ عند دالو؟ لا مش عند دالو، عند الديفندر، عند الديفندر. بص روبن نيفيز واقف فين، دي واقفه غلط. ال نفس الغلطه بتاعت هدف كرواتيا امبارح كاسيميرو غلط فيها، لان كاسيميرو المفروض يبقى مغطي قدام خط الدفاع، ما يبقاش واقف في وسطهم كده. المفروض ده دور الديفندر في الكور ديت. ليه؟ ماشي كده الكورة معانا. زيد زيد هي خطيرة حلوة. اعكس بقى ناحية زياش من الناحية التانية. ما هو زياش مش فاتح واقف في القلب. خلاص ماشي، حاول تصنع من عندك. شو هي حلوه 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 يا ابو ماشي فال. ابو فهد. حلو ابو فهد. طوح رجلك شويه يا ابو فال، يعني خليه في اخر الزاويه. يا دي ولد. بقى يا قوي. ولد. ايه ده؟ ايه الخروج بالكوره الجميل ده يا جدعان؟ الله الله يا أناحي. يا أناحي فاول. يا حكم احسب لنا حاجة بقى. ايوه بقى تحت فرصه بعد. ايوه بقى. شوف ده شوف دي. ايه يا زياش الجمال ده يا زياش، لعيب يا ابني. فيليكس اهدى فيليكس. يا لعيب يا لعيب يا حكيمي. ليه يا عم؟ هو ايه؟ اوفسايد. اوفسايد. اوفسايد يا بس مش هقول على حاج. بس انا رقم، كنت ماشي. لسه هقول فاول يا ليه حاج. يا عم؟ ده جواو فيليكس حتى ما وقعش. اهي. انا كمل ايه ده في ليه؟ الماتش. طب ليه حلو استعراض؟ حلو حلو هي حلوه بس يعني حلو. ماشي. سيب الواد يلعب. لا يعني لو استعراض عشان إيه؟ تشمسه. سيب الواد يلعب. يلا. سيب شايف العيال هوبا تيكي تاكا والرافعه إيه؟ خطيره. سيب الواد يلعب المسيري. لعيب. المايك يا الله. سيب الواد يلعب. تيكي وديك هي دي. الرفعة حلو. يا قلت لك سيب الواد يلعب. رفعة شياكة. حلو. الرفعه شياكه والهجمه شياكه. والمسيري يا شياك. سيدي يا سيدي. عرفت ليه هو عمل استعراض؟ والله كنت شايف لا، لعيب يا ابو فال، يلعب. لعيب يا سيب ابو الواد فال. يلعب. يا الله ما يا هي- تسلم ربنا ينصرك عايش يا يا نصيري. نصيري. ربنا ينصرك يا نصيري. حلوه. وكويس ان رجع قبل الاوفسايد. ايوه كان اوفسايد بس رجع. والعرضيه حلوة، نظيفة. حلوة. ولا فيها اي حاجه اركن يد يا روبن. ولا اي حاجه. روبن الراجل دياب. طالع. انت عارف اركن هي يا ما ابن أنا بس اللعيبه يا ابن اللعيبه. انت عارف هي كويسه قوي ان هي اتلعبت للتاني مش للي مع بيبي قدام. ايوه هو كان قصاد الجون بالظبط. حلو قوي. معلش يا رونالدو، معلش يا معلش عايز ايه يا معلش. راجل؟ عايز ايه يا كريستيانو؟ عايز ايه يا عايز عمنا؟ ايه يا عمنا؟ افرح يا كابتن وليد، حقك حقك. اوه لو عندهم والله انت كريستيانو. حارس كويس بس معلش فوت النهارده. لو عندهم كريستيانو ابلع عندنا أهداف. نايسريانو. ايه؟ نصريانو 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 حلو. مش انت قلت ايه؟ بغض النظر. ما علينا. يا لهوي، جت في العارضه دي ولا جت فين؟ عاش يا بونو. ولا عاش بونو يا اللي طلعها؟ بونو. لا ولا جت في يا حاج، العارضه. ولا يا حاج ولا يا عادي حاج. جدا. ايه يا على عم؟ فكرة هو مش شايطها، هو كان هو رافعها اساسا. هو كان بيلعب عرضيه بس قلشت. ايه ولا يا حاج ولا مفيش اي حاجه صح العب مفيش حاجه. العب. هنقفل. برافو يا حكم. طبعا برافو يا حكم. صفر يا حكم. صفر يا حكم. خليك حلو. مش لازم نلعب ايوه مالك مش عارف عطلت. بتاعتنا الكورة. جدع يا يحيى. بتاعتنا الكورة خلاص جدع يا يحيى يا خلصت. جميل. ما تصفرش يا حكم خلاص. ما تصفرش. صفر يا حكم. لعيب ما تصفرش. لعيب. ما تصفرش. حلوة. اطلع اخلص. تحت زياش تحت. يا لعيب. بوفال. هي يا بوفال. ايه ده يا بوفال. يا عطية الله. لا يا يا عطية عطية الله حرام عليك. ايه ده هو ليه حرام ما كسرش عليك. جوه ايوه كان ممكن يعمل مهارته؟ 100,000 حاجه. او اديها معاك واحد جوه. ايه التسديده دي؟ ماشي يا يحيى ماشي. بس لعيب يا ابني بس كانت عارف تخطف بالتاني كنت قتلت الدنيا. ماله برونو هو ليه هنا لا بص هتعمل غطس والجو الضحك ده. ايه ده في هو- هو مفيش اي احتكاك. مفيش احتكاك هو بالرجل حتى اصلا. بيمثلها وحش قوي يعني. ايوه والله. انت لا في احتكاك بالرجل ولا في كوع زقه اي حاجه. بيمثلها وش وحش أنا. قوي. خلص. انهي. الصفرة تأتي. صح. 10 رجاله والله. 10 رجاله والله. هي سجلوا عايز الأول. ضربة جزاء عايز ولا ايه عايز يا ايه؟ بس خلاص. خلصنا يالا. خلصنا يلا يا بابا يالا. على ارض الدبس. عاش يا برونو كلمة تانية وهتاخد طرد يا برونو. ما تعرفناش. فاول حلوة زياش. فاول حلو ده زياش قوي. ايوه حلوه الهجمه بتاعت حكيمي. يلا زياش هيعملها ونصيري تاني ويريحنا نصيري.
على فكره هو بصاها، لو بصاها اللي تحت هتبقى اللي حلوة. تحت رفعها تبقى اشيك. هي نسيت جون ايه؟ جون جون ما دخلتش. ضربة مرمى انا مش شايفها. يا بو يا خبر ابيض. الحق كانسيلو ورونالدو الحق بس ولا اي ورونالدو. حاجه. ان شاء الله خير. متيسرة. جاريرو نيفيز. هو كان بيفتح. هو انا ملاحظ كده ان هو بيلعب 4-2-4. يبقى ينزل برناردو سيلفا وبرونو خط نص 4-2-4. ايوه مع أربعة، اوتافيو. اتنين، ده أربعة. كده ده كده نص ملعب متشلح. ده كده بص 4-2-4. سانتوس قال لك شلح واجري. آه. ده الخطه اللي بيلعب بيها. هي هتبقى فرصه حلوه لو مش عارف، بس هيبقى في فرصه حلوه ان انت تعمل مرتدات. بس احنا نستغل ان احنا لما نطلع نعمل مرتدات نخلصها على طول. هيرفي رينار مدرب السعوديه، كان مدرب السابق لمنتخب المغرب، فطبعا لازم يكون حاضر. طب يا رجاله يعني التغييرات بتاعت سانتوس ما تخليناش ان احنا نغير طريقه لعبنا، هي نفس الطريقه. ايه ده؟ لا ولا اي حاجه. جدع يا بونو. عاش يا بونو. جدع يا بونو. انا مستباخس بيك يا بونو. كلنا بنستبخس بيك يا بونو. يا بونو. يا دلو اتهدى يا دلو الله يبارك لك. لا هتقولي ان رومان سايس هو بيلعب مصاب فعلا. ماشي بس على فكره هو بدري كويس يعني، بدري بيسد دفاع حلو قوي. ما يغركمش ان هو ضيع ضربه الجزاء، ما يغركمش. بدر بنون تقيل. يا الله. عدت. اهدوا يا جدعان ارجوكوا. الحمد لله يا برونو. اهدى يا برونو بقى. الله ايه ده ماله يا سيدي، مع انت لاعب جامد فشخ، خلاص اهدى بقى. مش لازم النهارده يعني تبين. يا لهوي عدت ازاي دي. الحمد لله ولا لاعب جامد ولا حاجه. انت مش حلو يا اسمك انت برونو. انت مش حلو يا برونو مش بونو. بونو ده بونو حلو. برونو هو اللي شاط على بونو. مين بونو مين برونو؟ ما كده برونو. لا بونو. اهدى يا عم برونو. لا لياو يا لهوي. رافائيل لياو. بونو ركز يا بونو. هيطلع يمسكها. بونو هتطلع دفاع بد. ماشي الحمد لله. لا تسوين نفسك هولندا. اوفسايد ده. عاش الحكم صح. هو بيلعب جواو فيليكس مثلا ممكن مع برونو تحت الموجود. مش لحد ليك انت حكيم. يا حكيم ماشي يا حكيم. جدير انت لسه نازل. طب اضغط انت. لا عدت. طلع الكوره. ايه في؟ عايزه يطلع منه. اطلع. يا لهوي يا كانسيلو. يخرب بيتك عيشتك يا عم. شغل بره. ايوه يا سيدي. يا لهوي. يا جديرة ارحمنا يا جديرة. ما فيهاش حاجه. وعليه ماشي. بقى 10 دقايق يا رجاله. بقى 10 دقايق او 12 دقيقه يا رجاله، وهيتحسب وقت اضافي مثلا نقول 4-5 دقايق. هانت صبرتوا كتير ما بقى الا القليل. باقي على حلو تكه. ده باقي على ايه؟ ده باقي على انجاز تاريخي يا جدعان. منتخب عربي في السيمي فاينل. يلا يا سيدي. يا سيدي. عاش. طب هوب اديله. مقفوله. طيب هو اديها له. زحها قدامه كده. زحها يا راجل. زحها قدامه صح. عاش يا بونو. يا اتشاطت بعيد. عاش يا بونو. صدها بونو. يا ابن اللعيبه يا بونو. عاش يا بونو. يا لهوي. عاش يا بونو. نستحمل ال8 دقايق دول. نستحملهم. بره امسك يا بونو. طلعت ماشي. حلو. جدع. عاش. جدع قريها. اللي وراك يا جدع. طب حكيم. جدع يا سفيان يا مرابط يا جامد. عاش يا سفيان. جدع يا مرابط. 5 دقايق. يا رب. ايه في الناحية شديرة. ماشي بخلال معاه. ايه بدر. ولا اي حاجه. حلو. كان عايز يلبسها له. ماشي حلو. الاوت احسن من الركنيه. بس يا ابني احنا في البيت. يا نهار اسود.
ولا اي حاجه اركن ولا اي يلا حاجه. اركن يلا معلش اركن يلا يا برونو، برونو. عيط النهارده وافرح مع اليونايتد بكره مش قصه. انت بتعيط على طول مبدئيا يعني. يلا هو هيرجع هيلاقي اليونايتد بيلعب مين؟ برشلونه. فهيضحك هيفرح. ده ضحك ده. انما ماتشات ضحك دي. هو عشان هيلاعب برشلونه ماتشات ضحك دي. انما عارف لو هيلاعب ليفربول هيضحك برضه لان يا ليفربول يا ولا بتاع برشلونه 6-9 اسخن من زيدان بتاع 9 اقعد ساكت. يلا 2-1 اهو اشمعنى يا ابني اللعيبه اطلع سيبها انت سيبها. يا عم سيبها له انت. مش اوف سايد ان شاء الله. ماشي. مش اوف. ايه ده؟ يا صديرة يا صديرة ارجوك يا اخي ارحم قلوبنا. كفايه فولو المروان محسن كفايه. اهو هو لو خدها وانت زدت له جول. وما فيش حد معاه يعني انت لو جريت بس امنت عليه وهو خدها خلاص 8 دقايق. يا بونو يا بونو يا جامد. يا بونو يا بونو عاش يا بونو. ياسين بونو. رونالدو برضو صعبها شاطها في الضيقه ما رضيش شاطها في البعيده وبونو كان واقف على انها في البعيده. ما ايه ليه ايه ده؟ لا 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 ليه هو خد الانذار الثانيه امتى؟ ليه يا جديرة ليه يا جديرة؟ فكرة مساحة الكورة. لا مسحش الكوره دخل على رجله بقى 6 دقايق. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. اكملي بقى. عاش يا بنون. عاش يا بنون. لا 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 ولا حاجة ولا حاجة. صح 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 صح. حلوة حلوة. 4 دقايق 4 دقايق. الحمد لله. هتعدي جميل. حلو. فيها. خلصها 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 يا راجل. انت ايه يا عم ده؟ طلع بنون. صفر صفر صفر. يس اوه سيمي فاينال. سيمي فاينال المغرب. يا الله عاش والله عاش. يا الله. عاش. يا الله. اذا كان عندهم صلاحيانو مين؟ صلاح يمين. عاش. اذا كان عندهم كريستيانو عندنا زي شانو عندنا زي شانو ونصريانو ورازيانو وبوفاليانو وسفيان مرابطيانو. يا الله سيمي فاينال. عاش. المغرب في السيمي فاينال. لا عاش. المغرب مخرجه اسبانيا والبرتغال. المغرب خرجت اسبانيا وكان معاه والبرتغال بلجيكا وكرواتيا. وكان معاه بلجيكا وكرواتيا. ايه يعني عايش البرتغال كريستيانو تكسب. بس لا البرتغال عايزين المغرب تكسب. عايزين المغرب تكسب بس لا بس لا الراجل ما يطلعش معايا. لا 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 يا مغرب انتوا خرجتوا معزه من المعزتين. خرجتوا معزه النهارده من كاس العالم. لا وايه هيخرجوا الثانيه في النهائي. هيخرجوا المعزه الثانيه في النهائي. بس ماتش الصراحه. ماتش المغرب في سيمي فاينال كاس العالم. انا قلت انا مستباخس بيهم. انا قلت مستباخس بيهم. الكابتن وليد عظيم. الراجل الكابتن وليد الركراكي مش الكارتي. وليد الركراكي بيلعب حلو قوي حلو. المغرب في سيمي فاينل. المغرب من افضل 4 منتخبات في كاس العالم. وصلت سيمي فاينل مع كرواتيا اللي محدش عارف هي وصلت ازاي. مع الارجنتين اللي محدش عارف هي وصلت ازاي. مع فرنسا. مع فرنسا وانجلترا في ده. فرنسا. هاتوا اللي بعده. هات لنا اللي بعده. انجلترا فرنسا. او فرنسا. هات لنا اللي بعده. ايه يعني امبابي ولا راشفورد؟ كده فرنسا المغرب فازتها 1-0 يا باشا. لعبنا البرتغال بكل نجومها. هتقول لي بقى اصل هنا في امبابي وهنا في راشفورد. فكك بس نزول بدر بنون. انا مستباخس بدر بنون. الحمد لله. انا محدش فينا مستوعب. محدش فينا عارف ايه اللي حصل ده ولا عارف حصل ازاي. بس بصراحه المغرب في سيمي فاينال كاس العالم. الف شكر ليكم طبعا على المتابعه. الف شكر ليكم رجاله والله نورتوني.
ويعني مع بعضينا لغايه لما المغرب تاخد كاس العالم باذن ربنا. ان شاء الله. قول لهم يعملوا لايك وشير وسبسكرايب. انت قول لهم. انا اقول لهم انت قول لهم اعملوا له لايك وشير وسبسكرايب. انت بتشحت عليا انت بتشحت عليا يعني احنا نتمنى تكونوا انتم انبسطتوا زي ما احنا مبسوطين بالماتش ودعموكم للراجل ده بقى. يا اخي انت مستني عشان تدوس لايك كومنت شير سبسكرايب القناه لو انت مش مشترك وتفعل الجرس. تابعنا حساباتي في السوشيال ميديا. قول لهم بقى انت واللايفات رياكشن هتزيد اكتر. اكيد لو عايزين اللايفات تزيد نشوف اللايكات يعني تتوقع اللايكات كتير. اشتركوا في الفيسبوك وتويتر هتلاقي السبسكرايب في الديسكربشن. انا موعود بالناس دي. انت موترنا. لايك كومنت شير سبسكرايب القناه لو انت مش مشترك وتفعل الجرس. تابعنا حساباتي في السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر اللي تحت في الديسكربشن. ما تنساش ان انت تشترك في قناتي الثانيه الباش مشاهد. هتلاقي اللينك بتاعها موجود في الديسكربشن. واشوفكم في لايفات رياكشن جديده وكتير جدا باذن ربنا. يلا بينا نعمل سلام. هلا مغرب. مدريد ايه؟ هلا مغرب انت